اهلا وسهلا اخواني اخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحتكم كذلك بخير. بلاتي والقفض عندي واحد الشتيف من داك الشيء، غنشتف على واحد خيتي، واحد بنت الحرام، غنشتف على ما عرفتها كرغوليه ولا فلسطينيه، كوني يماك اللي كنتي. اسمعي قليله النفع، اسمعي يا بنات بنت بيوت الرذيله، سمحوا لي الهضره مشات ملي كنتعصب، راه ما كنبقاش نعرف شنو نقول. هاد خيتي هادي أساءت إلى صورة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكيصحابهم بهذيك الطريقة. زعما حنا غادي لا هذيك حنايا ملي كنشوفوا شي واحد اللي سيدنا هنا، عاد كنزيدو كنبغيو سيدنا وكنزيدو نتشبتو ببلادنا. اسمعتي يا قليلة النفع، اسمعتي اللي مخلصه ومبنقه وعاطينك داك الشيء صحيح باش تقومي بديك المهمه، وسبقتيها هي الاولى قبل من تصور الاخرين، عرفتي الزربه الفلوس تما. ولكن يمك سمحوا لي على هاد الهضره خوتي، ولكن والله تدوزي تطلعي في العماريه. سمعتي؟ طلعي في العماريه. المطلوب من الاخوان والاخوات، عيت ما نقلب على ديك لابليكاسيون المهم اللي كتجبد ليا، بغيتكم تعرفوا ليا هاد خيتي هادي الله يرحم لكم الوالدين الاسم والنسب ديالها والعمر ديالها، باش نعاودو نشتفوا على يماها. كذلك الاخوان بغيناكم دوزوا هاد خيتي هادي، دوز اكفس ايامها وشي شتيف وطلع في العماريه. الله يرحم لكم الوالدين اخواني اخواتي. سمعي قليله النفع، لا انتي ولا دوك اللي مصيفطين كالربعه ديال الكابرانات، كنتي من دوك الفلسطين حنا عارفين كيتشراو، ما عندهمش نفس، ما كاينش النفس ودا، ما كاين والو. خليني ساكته احسن، خليوني ساكته. اولا كنتي كرغوليه والفيزاج ديالك ما داير بحال شي كرغوليه. المهم غادي نخليكم اخواني اخواتي شوفوا معايا هاد زوم لداك المعرض اللي كان، وانا غنقول لكم علاش قلت لكم معرض. شوفوا معايا زوم. بانت لكم شي شرويطه تما، الشرويطه ديال ايت هكا، الشرويطه ديال لي زنزان دو لافريك. هذا يعني ان البصمه ديال الجزائر ديال نقول شي كلمه، البصمه ديال الكابرانات، البصمه ديال الحماق الهبل، البصمه ديال الرباع تشنقريحه وولدو شفيقه، كاينه تما، كاينه البصمه ديالهم. يعني البينقه البصمه ديال الجزائر فاش كديرها، ما تديرهاش بشي حاجه، كديرها بالفلوس، فلوس الغاز والبترول، كتخلي الشعب شاد الطابور، يعني مدهونين مزيان. وغادي نخليكم باش تعرفوا شنو هو هذاك المعرض وكيفاش معرض وشنو كان خاصو يدار فيه، واش عندهم، لان ما كانش عندهم اصلا اوتوريزاسيون من فرنسا، وهذاك غير معرض. المهم كانوا غيداروا فيه شي حوايج. المهم غادي نخليكم مع هذا الاخ اللي في السر شنو هو هذاك المعرض ونرجع معكم. Trésor sauvé de Gaza 5000 ans d'histoire. هذا الإخوان راه معرض فني، ماشي تظاهرة مرخص لها من طرف السلطات الفرنسية. هذا الهدف ديالو هو استعراض مآثر تاريخية فلسطينية كانت محطوطة في واحد المتحف في جنيف في سويسرا. جابوهم السلطات الفلسطينية باش يستعرضوهم هنايا في لانستيتو دو موند عرب، في معهد العالم العربي. يعني الهدف الأول هو استعراض المآثر التاريخية وكسب المال، لأنه باش تحضر هنايا خصك تشري التيكي. وبطبيعة الحال باش يديروا البوز داروا هذه المسرحية المشينة والمسيئة لرمز من رموز المملكة المغربية محمد السادس. هذا الشيء راه كامل بدعم من الأحزاب اليسارية الفرنسية ومن جماعة عبد المجيد. هذا الشيء كامل باش تفهموا بأن الملك محمد السادس واقف لهم هنايا. يكفيكم فخرا بأن أول واحد دخل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة هو الملك محمد السادس، وما يبقاش خاطركم باستعمال هذه حرية التعبير. راهم ساءوا حتى الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني غير مهم باش تعرفوا شكون هما الأعداء وشكون هما الأصدقاء ديال المملكة المغربية. السؤال المطروح، الرئيس ديال هاد لانستيتو دو موند عرب ديال معهد العالم العربي هو جاك لونغ. هاد جاك لونغ راه كان من بين الحاضرين في الوفد الرئاسي الفرنسي في 2024 اللي استقبلهم الملك محمد السادس شخصيا،
واش كان في خباره هذا الشيء، واش هو متفق مع هذا الشيء. مادام هو كذلك عمل فني، واش رشيدة داتي اللي هي وزيرة الثقافة الفرنسية واش هي في خبارها هذا الشيء، واش هي متفقة مع هذا الشيء. يعني هاد الناس هادو هما اللي خصهم يعطيونا تفسير على هاد المسرحية المشينة والمسيئة لشخص الملك محمد السادس، رمز من رموز المملكة المغربية. تريزور سوفي دو غازا 5000 ans d'histoire. هذا الإخوان راه معرض فني، ماشي تظاهرة مرخص لها من طرف السلطات الفرنسية. هذا الهدف ديالو هو استعراض مآثر تاريخية فلسطينية كانت محطوطة في واحد المتحف في جنيف في سويسرا. جابوهم السلطات الفلسطينية باش يستعرضوهم هنايا في الانستيتو دو موند عرب، في معهد العالم العربي. يعني الهدف الأول هو استعراض المآثر التاريخية وكسب المال، لأنه باش تحضر هنايا خصك تشري التيكي. وبطبيعة الحال باش يديروا البوز داروا هذه المسرحية المشينة والمسيئة لرمز من رموز المملكة المغربية محمد السادس. هذا الشيء راه كامل بدعم من الأحزاب اليسارية الفرنسية ومن جماعة عبد المجيد. هذا الشيء كامل باش تفهموا بأن الملك محمد السادس واقف لهم هنايا. يكفيكم فخرا بأن أول واحد دخل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة هو الملك محمد السادس، وما يبقاش خاطركم باستعمال هذه حرية التعبير. راهم ساءوا حتى الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني غير مهم باش تعرفوا شكون هما الأعداء وشكون هما الأصدقاء ديال المملكة المغربية. السؤال المطروح، الرئيس ديال هاد الانستيتو دو موند عرب ديال معهد العالم العربي هو جاك لونغ. هاد جاك لونغ راه كان من بين الحاضرين في الوفد الرئاسي الفرنسي في 2024 اللي استقبلهم الملك محمد السادس شخصيا. واش كان في خباره هاد الشيء، واش هو متفق مع هاد الشيء. مادام هو كذلك عمل فني، واش رشيدة داتي اللي هي وزيرة الثقافة الفرنسية واش هي في خبارها هذا الشيء، واش هي متفقة مع هذا الشيء. يعني هاد الناس هادو هما اللي خصهم يعطيونا تفسير على هاد المسرحية المشينة والمسيئة لشخص الملك محمد السادس، رمز من رموز المملكة المغربية. تريزور سوفي دو غازا 5000 ans d'histoire. هذا الإخوان راه معرض فني، ماشي تظاهرة مرخص لها من طرف السلطات الفرنسية. هذا الهدف ديالو هو استعراض ما سمعتوا إخواني أخواتي هذا المقطع كان طلب من المغاربة ديالنا أن هاد خيتي هادي بغينا ندوزوها طلع في العمارية باش حتى شي حد ما يعاود يتجرأ على الصورة ديال صاحب الجلالة الله ينصرو. بغينا هاد خيتي أنا شخصيا وكنتحمل كلامي، مسؤولية كلامي، بغيت المس السودانية تحك ليها في داك الفم. بغيت هاداك بغيتها منين تكون تنعس، بغيت نعس بالليل ديرها كتبقى تقفز. وانتم فهمتوني بحال داكشي اللي درنا داك مهدي كسار ودوك الربعه ديال العملاء ديال المخابرات الجزائريه بحال هكا كنطلعوا يماها في العماريه. وبغينا نعرفوا العمر ديالها والجنسيه ديالها، واش كاين هي مزوجه عندها وليدات. المهم بغينا نعرفوا بزاف ديال الحوايج ما كرهتش اخواني اخواتي باش نطلعوها في العماريه. بغينا حتى هي تحس شويه من هاد الفقصه اللي حسينا بها. وسمعي نقول لك يا ابنه بيوت الرذيله، سمحوا لي اخوتي راه قلت لكم من تنتعصب والله ما كنعرف انا، راه هكا تيبان فيا العصب، بان فيا الفرحه، يبان فيا كلشي هكا دايره. كتعرفوا الناس اللي انا هكا دايره نيشان. خوتي خواتاتي، هاد خيتي هادي خصكم تعرفوا واحد الحاجه، انها خصها تربى وخاصها تعطى بها المثال باش حتى شي حد واخا يشد الفلوس ما يقدرش، لان خاصها ما تنعش. هادشي اللي كاين. وهاد الربعه ديال لي زنزان دولا فخاك تنوجه لكم عاوتاني واحد الميساج كنقول لكم تعياو ما تحطوا صور سيدنا وتعياو ما تسيئوا لسيدنا. كنقول لكم هادشي ما كيزيدنا الا حبا لصاحب الجلاله، الله يحفظه ويعطي صحيحته. وحليكم في القرجوطه عرفتي ما داش لكم، وحليكم عرفتي راه ما بغاش يدوز لكم، وحليكم هنا لانه خدم المغرب، لان المغاربه كيبغيوه، لأن المغاربة الطبقات كاملين كيموتوا على صاحب الجلالة، الأب والسند. ملك ابن الملوك كيخاف الله وتيحن في كل شيء، كيحن فيه وكيسمع لولادو اللي هما الشعب المغربي وخدم البلاد. والحمد لله وتحياتي لسيدنا الله يحفظه لينا ويخلي لينا سند وتاج فوق الراس. الأب ديالنا هذاك الله يعطيه صحيحته يا ربي، والله الا عيني دمعوا قسما بالله.
ما دار فيكم غير الخير يا ولاد الحرام، مساعدات والخير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله العظيم إلا أنا ماشي 100% مليار في المية داك الشيء داير مدهون من الكبرانات. والكبرانات معروفين بالعداء ديالهم من المغرب، ما مصروتش لهم لأن حنا ما عندنا لا غاز لا بترول، وتبارك الله ما شاء الله الدولة ديالنا كتنافس الدول الأوروبية، والجزائر راك شو خراب في خراب. ولكن أقسم لكم بالله أن نهاية الجزائر وشيكة. شتي داك الشيء اللي وقع في سوريا غادي يوقع في الجزائر. شتي النهاية ديال شنقريجة وتبون ورباعتو، علي بابا و40 حرامي وزيد عليهم داك قيس ساعي تاوا، شي النهاية ديالهم. لا تبشروا بالخير، عقلوا على كلامي. قرر رئيس المغرب هذا، فإذا كان حاكم المغرب يملك أن يمنع الصلاة عند الشيخ عفوا، هاد الشيخة هذا المقطع اللي غنحط لكم فعلا كاتاستروف، واخا غنحط لكم في الاخر لان الشتيف راه اش غنقول لكم، ما تنعرفش ندير الفيرغول فبحال هذا الشيخ هذا اللي مسمي راسو شيخ هو شيخه، بقى لي غير يدير الموزون ويبدا يشتف. قال لك حقا ما تحقا ان الملك ديال المغرب مانع الصلاه، نعلت الله وعلى تصيلتك. وانت بدوك الزغيبات هكاك شايبين طوال تالينا صحاب بابك بقات في دوك الزغيبات اللي ملصق في وجهك وتقول انك فلسطيني وشيخ نعلة الله وعليك. لو كانت اللحية تدل على العلم، لو كان العتروس فيلسوف. ما حشمتيش؟ ها شحال خلصوك باش قلتي ديك الهضره؟ شحال عطاوك الكبرانات؟ ها ادوي يا ولد الحرام وجهك زرق وكنتي كتصلي بالصح وراه وجهك فيه النور، نعلط الله وعليك. ولكن هذا الاخ المغربي جاوبك بالطريقه بالهدوء. انا ما تنعرفش الهدوء في هذه المواقف. واسمحوا لي غادي نخليكم مع المقطع واستودعكم لله والى اللقاء. بارطاجيو الفيديو. قرر رئيس المغرب هذا، فإذا كان حاكم المغرب يملك أن يمنع الصلاة عند ذلك يمكنه أن يمنع النسك. يلا باغي نصلي العشاء مع ماسي وانا نلقى دمعيزو، ملي جيت تنقلب عليه لقيتو فلسطيني. شحنا كاع اللي درنا فيهم الخير كيخرج فينا الطعام ديالهم. على هاد القيبه هذا ما خصنا نبقاو نديرو الخير حتى فشي واحد. لقيتو فلسطيني والفيديوهات ديالهم ما كاين غير التشير على محمد السادس، غير تنعمس. والمشكله عرفتي شنو سميتو المخارزه. اعوذ بالله.